تصريح تاريخي من ناصر الخليفي حول أشرف حكيمي بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا. في ليلة تاريخية ستبقى راسخة في ذاكرة عشاق كرة القدم، تمكن نادي باريس سان جيرمان من تحقيق حلم طال انتظاره بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه المثير في المباراة النهائية أمام خصم عنيد وقوي. وعقب صافرة النهاية أدلى السيد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بتصريح مؤثر وصفه المتابعون بالتاريخي، حيث خص بالذكر النجم المغربي أشرف حكيمي، وكان أحد أبرز نجوم البطولة بأكملها. وقال الخليفي: هذا التتويج ليس مجرد إنجاز للنادي، بل هو انتصار لكل من آمن بالمشروع منذ بدايته. وأقولها بكل وضوح: أشرف حكيمي ليس فقط أحد أفضل الأظهرة في العالم، بل هو جزء من روح هذا الفريق، روحه القتالية، حبه للنادي، كل شيء فيه يلهم. اليوم حكيمي دخل التاريخ مع باريس، وسيظل اسمه محفورا كأحد رموز هذا الإنجاز الكبير. وأضاف: منذ قدومه إلى النادي كان واضحا للجميع أنه لاعب استثنائي، لكن ما قدمه هذا الموسم وخاصة في الأدوار الإقصائية كان أسطوريا بحق. نحن فخورون بوجود لاعب مثله يمثل القارة الإفريقية والعالم العربي بهذا الشكل المشرف. وقد لقي تصريح الخليفي صدى واسعا لدى جماهير النادي والمتابعين حول العالم، وانهالت التهاني والإشادات على أشرف حكيمي، معتبرين أنه كان أحد الأعمدة الرئيسية التي ساهمت في تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري الأبطال.